مش كل اللي يعمل قرص زينا نقول له يا عمنا. شوية قرص كده بخميرة قمر حاجة كده اللهم بارك، لقمتها كده طرية وريقها مسكر وزي العسل. تخزنيها كده في الفريزر لمدة شهر كامل، تطلعيها كأني لسه خبزاها حالا. مخدومة صح، شايفين بقى؟ القرص بتبان كده من القطعة بتاعتها، القطمة أو القطعة بتاعتها بتبان كده هي عاملة ايه والعجينة عاملة ايه. بلسم معايا. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. أنا هستخدم هنا 2 كيلو من الدقيق أو الطحين، بس أنا هسيب لكم معيار كيلو واحد. تمام. 2 كيلو من الدقيق هياخدوا 2 باكت من البيكنج باودر، يعني معلقتين كبار لكل كيلو معلقة كبيرة، وزيهم برضو معلقتين كبار مليانين من الخميرة الفورية. ادي كده اول معلقه كده حلوه مليانه، والتانيه برضو لكل كيلو معلقه كبيره مليانه من الخميره الفوريه. بالنسبه للسكر، الكيلو بياخد 3 معالق كبار مليانين من السكر، انا حاطه 6 معالق كبار من السكر، ورشه ملح ربع معلقه صغيره. معايا هنا شمر على ينسون، انا جايبه ب5 جنيه من العطار على بعض. شمر على ينسون هحط معلقه واحده بس هحمصها، انا جايبهم كده على بعض ب5 جنيه. شمر على ينسون، مش عايزه تحطي براحتك، يعني دي حاجه كده اضافي من عندي. انا بس بحمصها كده تحميصه بسيطه جدا، بدفيها. معلقه واحده لل2 كيلو، يعني هتحطي نص معلقه كبيره للكيلو. واللبن حطاه يدفى علشان اعجن بيه، لازم يدفى علشان الخميره. هحط معلقه اليانسون على الشمر دي بعد ما حمصتها. عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها بتقلب الدنيا لما بتحمصيها. اليانسون مع الشمر كده مع الدقيق بقى، والخميره والبيكنج باودر والسكر ورشه الملح. عندنا بقى العجان كده نعجنهم بيه، ما عندناش هنعجنهم على ايدينا، مش هياخدوا حاجه. معايا الكوبايه اللي بنشرب فيها الشاي، المعيار بتاعها ايه يا اسماء؟ الكيلو الدقيق بحط له نص زيت ونص التاني سمنه، يعني هي كوبايه بحطها نصها زيت ونصها سمنه. هنا 2 كيلو حطيت كوبايه سمنه وكوبايه زيت لل2 كيلو دقيق. تمام كده. ومعايا هنا بقى حاجه كده اضافي بحب احطها قوي، انا كنت ناسياها، حليب البودر. اي معجنات بحب احط لها حليب بودر. للكيلو بحط له معلقتين كبار. وهنا بقى القشطه، يا سلام بقى على القشطه ما تتحط في قلب شويه القرص بخميره، بتخلي القرص في حته تانية. معلقتين كبار للكيلو الدقيق، حاطط 4 معالق لل2 كيلو. هقلب كل ده مع بعضه، المواد الجافه كده مع بعض، بكوبايه السمنه، بكوبايه الزيت، بالقشطه، بالدقيق، بالخميره، بالبيكنج باودر، برشه الملح، بالسكر، ومعلقه الشمر باليانسون اللي انا حمصتها. هقلبهم كلهم كده مع بعض. بصوا تحس ان ايه الدقيق كله كده مندي معايا من الزيت والسمنه، يعني بسيتهم كده بالزيت والسمنه مع بعض. معايا بقى الحليب كده دفيته. اخد قد ايه يا اسماء بالظبط؟ للكيلو الدقيق بياخد 2.5 كوباية من اللبن الدافي، 2.5 كوباية للكيلو. دول 2 كيلو اخدوا ال5 اكواب من الحليب الدافي، ولازم يكون دافي علشان يشغل الخميره معايا. هنا كده بحط كوبايه بكوبايه وعجنتهم كده معايا زي الفل، عجنتهم حبه حلوين. العجينه معايا كريمه والله العظيم، بلسم معايا. بسم الله ما شاء الله. بصوا العجينه لازم تكون طريه وما تلزقش في ايدك في نفس الوقت، اللي هو طريه. بصوا بلمها هي طريه، ملبن معايا بلسم، وفي نفس الوقت ايدي نضيفه. بصوا اهي بالشكل ده، اللمسه بتاعتها كريمي. هي دي بقى العجينه الصح المظبوطه بتاعت القرص بخميره، طريه جدا وناعمه وطريه كده معايا، وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد. انا ان شاء الله هسيب لكم المقادير بتاعه الكيلو الدقيق، انا عامله 2 كيلو. هحطها بقى كده في الحله تاني، وهجيب اي كيس عندك. لازم تحطي كيس كده علشان يخمر معايا الخميره بسرعه، بما ان احنا في الاجواء الشتويه. الكيس بيسخن العجينه ويخمرها. وهجيب فوطه وهكلفتها بالفوطه. وعايزه بقى تدفي الفرن وتطفيه، ونحط العجينه في قلبه بحيث تدفي الخميره وتخمر معايا بسرعه، علشان احنا في الاجواء الشتويه قوي دي. عايزه بقى كده صراحه انا بحطه على السرير يا بنات، بحطه على السرير كده واحطه فوق اللحاف او البطانيه، مفيش اقل من ساعه بيكون خمران معايا وواقع كمان كده من الخميره. دي طريقه حماتي، نكلفته كده ونحطه جوه على السرير، نكلفته كده بالبطانيه او اللحاف اللي هو بندفيه قوي. بصوا بقى العجينه اهي خمرانه وشبعانه، زي ساعه الا ربع راح جايه في ثانيه خمرانه معايا. يعني لو نص ساعه كمان هتلاقيها خمرت، انا اصلا سبتها ما شاء الله لقيت العجين اتدلق كمان.
بصوا بقى، معبيه هوا وجميله. يلا بقى كده نقطعها كور بقى كده ونكورها على قد التقطيع اللي انت حباه، او القرص اللي انت حباها، صغيره وسط كبيره على حسب ما تحبي. انا هخليها وسط. بصي وسوي كده بايديك العجينه من فوق وتروحي جايه قطمه كده وايه، تطلع معاكي مساويه، وش العجينه حتى تبقى مساويه معاكي. انا حفظت كده نصها في الكيس عشان يعني الجو برد ما تنشفش مني على ما اقطع الجزء ده او اكوره. بسوي بقى كده وبرصهم جنب مني على الرخامه. هخلص بقى الكميه كلها. اهم حاجه كده اسويها بالشكل ده. إيه، عايزه اقول لكم اللهم بارك، ال2 كيلو الدقيق عملوا لي زي 70 واحده. يعني الكيلو هيعمل معاكي زي 35 قرصه، والقرصه بسم الله ما شاء الله اللي هي الوسط. انا غطيتهم سبتهم نص ساعه. اللهم بارك، تضاعف حجمها بالشكل ده. هنا بقى معايا الصاجات، دهنة زيت كده بالفرشه في الصاجات بتاعتك او الصواني. ونجيب بقى كده نبتدي باول سطر احنا عملناه، نبططها كده ونسويها اهي بالشكل ده. يعني ما ترققيش قوي ولا تخليها سمكها تخين قوي. السمك ده انا هوريهولك دلوقتي، لاني ما شاء الله بترجع تاني بتختمر معايا وبتضاعف حجمها. وتخلي بين الاولى والتانية كده مسافة صغيرة، علشان في التسوية وفي التخمير بتضاعف حجمها، بتكبر شوية. هنا برضو هخلص كده بقية الكمية. عملت تقريبا 4 صاجات وصينية كمان، يعتبر 5. خلصتهم كلهم. هغطيهم بقى واسيبهم نص ساعة كمان، نص ساعة عشان احنا في السقعة. لكن في الصيف بسيبهم 10 دقايق، حتى في التكوير 10 دقايق. لكن احنا في الشتاء بسيب التكوير نص ساعة، وبسيب برضو بعد ما بقرصهم بالشكل ده نص ساعة. اختمرت معايا بالشكل ده، بقت جميلة جدا. بعد ما اختمرت كده وخلاص هسويها، بجيب بس الشوكة كده هعمل لها شكل كده. مش عايزة تعملي الخطوة بتاعت الشوكة براحتك. بجيب بقى دهنة حليب، يعني عايزه اقول لكم اقل من ربع كوبايه وفاض كمان. دهنت بس الوش بتاعها كده حليب، ودخلتهم الفرن كده على طول. انا شغلت الفرن اللي تحت، يعني سايباه في الدور الارضي تحت في الجراج. بيسوي معايا بسرعه. بص انا حتى بوريكم هنا الاجواء هنا. ده دور ارضي عندي، جراج يعني. حاطه فيه الفرن البلدي وبسوي فيه جميل جدا، بياخد ما شاء الله صاجين. وبامانه بحب التسويه بتاعته جدا. شايفين بقى التسويه بتاعته؟ بشغل من تحت كده اقل من الوسط، وبشغل من الجناب شمعه، واول ما يطلع معايا بروح جايه على طول مغطياه. خلاص كده طلعنا بقى الفطير بتاعنا. اللهم بارك. شايفين بقى ملبن معايا مش مستحمل، طعمه كده في البق والله تحسي بتاكلي كريمه، حاجه كده عسل مخدوم صح. شايفين بقى اللقمه القرص تبان في التقطيع بتاعها وانتي بتقطعيها، اللقمه بتاعتها مخدومه صح ولا لا. بصوا حاجه كده اللهم بارك. طبعا بقى حاطط كده في الاطباق للحبايب. انا بحب اعمل قرص او رز بلبن او حلويات، بحب ازود كده فيهم شويه عشان ادي بقى للحبايب وحماتي وماما واخواتي، يعني حبايبي حد قريب مني. تمام كده زي الفل. وعايزه برضو تعملي زي كده وتحطيه عندك في الفريزر. بصي تطلعي الطبق كأنك لسه خبزاه حالا. اول ما تسيبيه كده 10 دقايق يهدى او 5 دقايق بيبقى زي الفل، مش محتاج اصلا يسخن كمان. شويه قرص زي العسل. بالنسبه للنار، لو هتعمليه على البوتاجاز هتدفي الفرن شويه تدفيه، وبعد كده تخلي درجه حراره 200 من تحت بس ياخد لون بسيط جدا. نهدي تحت خالص ونطلع على طول على الشوايه، لانه بياخد لون بسرعه جدا. طول ما انت واقفه جنبه كده في الشوايه بتلف الصينيه ياخد كده لون كده من جميع الاتجاهات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله سايبه لكم المقادير بتاعه الكيلو الدقيق موجوده عندكم في صندوق الوصف. لايك وشير للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.